السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. اليوم غنشارك معكم هذا الفقاس هذا بالكركاع اللي كيجي غزال بزاف، كيجي هشيش ومذاقو روعه. تبعوا معايا مقادير طريقه التحضير. عندي هنا نص كاس بالزيت وبحالو سكر، بحالو زبده مذوبه تكون زبده نباتيه. عندي هنا الزنجلان مطحون حتى كيرجع عجينه، 4 البيضات، طحين، خميره. عندي الحليب حتى هو عادي ندي منه قد الزيت قد السكر قد هذيك الزبده مذوبه والفاني. صافي انا هنا عملت هذوك 4 البيضات، السكر والفاني حتى هي عادي نديرها. تعملوا معلقه صغيره اولا نص ديال معلقه صغيره كافيه كتعطي مذاق. صافي نذوبوا السكر مع البيض مزيان، ضروري من هاد العمليه هادي حتى تخلط السكر مع البيض عاد باش نبداو نزيدو السوائل الاخرين. هكا الفقاس ما كتهرس حتى شي وحده فيه. دابا غادي نزيد هذيك الزنجلان. بالنسبه لديك الزنجلان فانا طحنته ملي كان باقي سخون، يعني ماشي حمرته، اي سخنته فوق البوطه يعني بلا فران، وطحنته في مولينكس وهو باقي سخون شويه باش دغيا كيتعلق كيبقى يطلق هذاك الزيت ديالو. اولا تقدروا تشريو الطحينه يعني بجوج بهم راه نفس الشيء، غير ولا ما كانش عندكم الطحينه في الدار يعني طحنوا الزنجلان واستعملوه. انا مثني حوالي 2 معالق كبارين صراحه كيعطي واحد المذاق غزال لهاد الفقاس هذا. صافي نبقى نخلط حتى تنسجم هذيك الزنجلان حيت هو مطحون بزاف يعني رجع بعجينه. ومن بعد غنبقى نزيد العناصر الناشفه، طحين. هنا الطحين تهز لي هاد الكميه هذه 600 غرام، فانا كنت عبرت نص كيلو وعاودت زدت 100 غرام. صافي ودابا عملت معاهم خماره صغيره هذيك اللي فيها 7 ولا 8 غرام، المهم واحد فيهم هذيك الصغيره. ما تزيدوش يعني كميه ديال الطحين كامله في دقه، يعني كاين الطحين اللي كيشرب، عاوتاني على حسب الحجم ديال البيض ماشي قد بعضياتو. صافي انا دائما كنزيد شويه بشويه واخا كيكون يعني درتو وعارفه الكميه الطحين اللي دخلت لي فيه، ما كنعملش الكميه كامله، كنبقى نزيد دائما شويه بشويه. دائما هاد الحواشي اللي لاصقين حتى هما كنسبقوهم، ما كنخليوش مثلا اخر لحظه باش ما كتبقى لناش في الاخر واحد العجينه قاصحه اللي حنايا حاصلين بها. يعني هاد النصائح هذه بالنسبه للمبتدئات، اما الناس اللي يعني كيعدلوها بزاف راه يكونوا هادشي هذا كيطيروا فيه. صافي انا راه ما زدتش الطحين، صافي راه تبارك الله هذا القوام اللي كنقلب عليه، هذا القوام اللي خصو يكون فيه. صافي غنجمع هذاك اللي تما وصافي. العجينه كيفاش كتكون ما تقصحوهاش بزاف، ما تخليوش عاد مطلوقه تبقى تسيح لكم في اليد. بعد غنطلقوها نحاولوا نعطيوها الشكل ديال مستطيل. ضروري ما نستعنوا بشي بابي يعني هذاك ورق المطبخ اللي كيدخلوا الفران باش كيعاوننا بزاف ملي كنجيو نلويوها. السمك ديالها كما كتشوفوا معايا هو ماشي غليظه بزاف وماشي رقيقه،
هنا عندي غير بياض البيض، نحاول ندهنها كامله، ما نخلي حتى شي بلاصه ناشفه باش هكا ملي نبقى نستف هذاك الكركاع ما يتحركش من بلاصتو، كيتبت في البلاصه ملي كيتلصق بداك بياض البيض. تعملوا مع شويه د الفاني باش تحيدوا ديك الزفوريه. واللي بغى ديك اللون اللي كيجي من الداخل، يعني كيجي باين، كتقطع الفقاس كيجي باين ديك اللون الداخل، تعملوا هاد البيض البيض تخلطوا مع شويه ديال الكاكاو، غبره الكاكاو المر كيعطي داك اللون الاسود من داخل. ملي كتستفوا الكركاع يعني ملي كطيبوه تقطعوها كيجي باين هذاك، كيجي باين هذاك الدوره، كيجي حتى هو مزيون. وكنستفوا دائما وحده حتى وحده، وضروري ما خاصنا نشيو هاد الكركاع هذا اللي كتكون حبه كامله، نص ديال الحبه هي هذيك، يعني ماشي هذاك اللي كيكون مهرس. هنا كيهز الكركاع ولكن كيجي المذاق ديالو رائع بزاف صراحه، كيجي غزال. صافي من بعد ما استفتو كامل انا هزت لي 600 غرام ديال هذا الكركاع. صافي كنحاول نطوي شويه بشويه، كنبدا بالحاشيه ونثبتها مزيان، ودائما كنخلي هذاك الورق حتى تثبت مزيان، عاد كنحيدو بهذه الطريقه هذه، نعاود نطوي عاوتاني نثبت وعاد كنحيد، وانا كنجر دائما بالطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. كنظن يعني فيديو واضح. في الاخر دائما هذيك الحاشيه تحاولوا تثبتوها بيدنا مزيان. نزيدو نعدلوه باليدين ديالنا، نعطيوها الشكل ديالنا اللي بغينا. انا درت هذيك الكميه ديال العجين اللي شفتو معايا كامله، يعني في قودان واحد. الا بغيتو يجيكم فقاس صغير قسموا هذيك العبار ديال العجينه اللي عملت انا، قسموا على جوج، يعني من تعجنوها عفوا نقسموا العجينه على جوج وديروا جوج ديال الكوطه. الا بغيتيهم يجيوكم صغيورين شويه في الحجم، فانا هنا جاني فقاس تبارك الله كبير. دابا هنا عندها بياض البيض وغنرش لوز ايفيلي، يعني اختياري، تقدروا تدهنوا بياض البيض والكاكاو يعني تعملوا ديك الشريطات بحال اللي كنعملوا في الفقاس ديال اللوز العادي. يعني دائما كيبقى لكم اختيار في التزيين. بالنسبه للفران ضروري يكون بارد، من تدخلوه عاد تشعلوه غير لتحت، خليوه حتى يطيب مزيان. من بعد كديروا ديك شي شفره ولا شي حاجه، شي مصغر، وتشوفوا واش باقي العجينه داخل. الا كانت باقي خليوه يطيب، الا ما كانتش باقي صافي كتحيدوه، ما كتلويوه لا في منديل لا والو، يعني كتخليوه غير كيبرد كتقطعوه. انا كنثبت هذاك اللوز ايفيلي بهذه الطريقه وندخلو الفران. نتلاقاو في الطبق النهائي. هو من بعد ما قطعته رجعته عشان يتحمر من جوج ديال الجهات. دائما الفران كيكون على عافيه مهيله، هذا ما كيحتاج ليبات لا والو، يعني كتقطعوه في نهارو وما كيتهرس، يعني ما كيخرجلكمش لي شيت نهائيا، ما عدا هذيك الجوج ديال الحاشيات اللي كتكون من هاد الجهه ومن هاد الجهه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم في امان الله الى فيديو قادم.